عزيزي الرجل الغلبان الشقيان اللي ما انتش دريان، اهلا بك في الحلقه الاولى من سلسله حبكيهم بس هوعيهم. بنشوف كتير قوي على السوشيال ميديا كلمه الرجل الحقيقي، تلاقي الرجل الحقيقي هو اللي بيراعي زوجته، والراجل الحقيقي هو اللي بيغسل المواعين، الرجل الحقيقي. هل تعلم عزيزي الرجل ان 90% من البوستات دي اللي بيعملوها البنات والستات وبس؟ طب وال10% الباقيين بيعملوها الرجاله؟ لا، دول مش رجاله، دول سمبات مالناش دعوه بيهم. لو مش عارف يعني ايه سمب تابعني وانت تعرف. طيب البنات والستات بيعملوا البوستات دي ليه؟ اجيبها لك ازاي؟ هتصدقني لو قلت لك انهم بيعملوها بنفس طريقه احمد حلمي مع الحاج اسماعيل في فيلم مطب صناعي؟ وبيقولوا عليك خواف وجبان علشان ما بترجعش في كلمتك. الحاج اسماعيل طول عمره بيرجع في كلامه. يعني الست او البنت لما تبقى عايزه منك فستان يبقى الرجل الحقيقي هو اللي بيجيب لها الفستان، لو عايزه تروح الساحل يبقى الرجل الحقيقي هو اللي بيوديها الساحل، وهكذا يفضل مفهوم الرجل الحقيقي بيمط وياخد ويدي بشكل ودي على حسب هي عايزه منك ايه. يعني معقول الرجاله يضحك عليهم بالسذاجه دي؟ لا، ما هم طبعا مش بيقولوا الموضوع بالشكل الساذج ده علشان ما يتقفش، هم بيحطوه بشكل مداري جوه معاني كبيره وجميله انت ما تقدرش تقول لها لا. يعني مثلا هي عايزاك تعمل الفرح في قاعه البطشيخه اللي بشبخه و50,000 جنيه في الليله، فتروح قايله لك بصوت حنين كده، والرومانسيه بتنقط منها، بتنقط الرومانسيه، تروح قايله لك حوده حوده. مش الراجل الحقيقي برضه يا حوده اللي بيحب مراته هو اللي بيكون حريص انها تكون فرحانه في ليله فرحهم؟ طبعا حضرتك لانك على نياتك تفكر في الموضوع، طبعا من الرجوله ان الواحد يكون حريص ان الست تكون فرحانه في ليله الفرح. يعني ده اسمه فرح برضه يا جماعه، ما ينفعش ان احنا ننكد عليها. الكلام كلام جميل وكلام معقول، فتروح قايله طبعا امال ده كلام صح وكلام معقول. يا مغفل اتضحك عليك. ما شفتش انت الفخ اللي في النص؟ تروح هي بقى ايه مدياك الفخ. طب انا اللي هيفرحني ليله الفرح ان احنا نعمله في قاعه البطشيخه اللي مشابخه وشابخين 1000 جنيه. فساعتك بقى تبدا تتصدم وتتلجلج طب اصل، طب بس، طب مش عارف ايه، بس كده تروح هي بقى ايه، تروح مسكاك. طبعا هو من كلمتك، من الراجل بيتمسك من كلمته، تقلب لك بقى الوش بقى بتاع وكاله البلح بقى. الله انت لسه قايل لي ان الراجل الحقيقي اللي بيحب مراته هو اللي بيفرحها ليله الفرح؟ ولا انت مش راجل؟ ولا انت مش بتحبني؟ ولا الاتنين؟ ولا احنا وقعنا مع هواه؟ ولا ايه بالظبط في الليله دي؟ يبقى سعادتك خلاص وقعت. انت يا اما مش راجل ومش بتحبها، يا اما تدفع الشحمه وشحمين 1000 جنيه وانت ساكت. طب الحل ايه دلوقتي في الكلام ده؟ الحل ببساطه ان انت تكون عارف ان الراجل الحقيقي هو الراجل الحكيم اللي بيقدر يقيس كل موقف صح ويتصرف فيه بالشكل المناسب. لما تلاقي واحده بتقول لك الراجل الحقيقي هو كذا، قول لها تعريف الرجوله لا تضع النساء، وخلص الكلام. افتكر دايما الرساله دي رساله توعيه مش رساله كراهيه. عايز تعرف اكتر؟ لايك، فولو، شير.